وقسم ظهورهم الإمام إسحاق بن راهوي الذي يقولون أي المرجئة الخامسة نحن نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. إذا قال الشخص من ذلك بريء من الإرجاء، لكن في أثناء العمل والتطبيق ما يرون هذا شيئا، يرون الإقرار والقبول في الباطن دون الظاهر بدون عمل. اسمع، هذا من المتقدمين الأئمة ينقد المرجئة الجديد ويأتي بنيانها من القواعد فيخر السقف على رؤوسها. يقول الإمام إسحاق بن راهوي غلت المرجئة حتى صار من قولهم إن قوما يقولون من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها أنه لا نكفره، نرجع أمره إلى الله بعد إذ هو مقرن. فهؤلاء المرجئة الذين لا شك فيهم ثم هم أصناف. وهذا أثر صحيح أخرجه الكرماني في المسائل والمروزي في تعظيم قدر الصلاة بإسناد صحيح، وذكره ابن رجب في فتح الباري جيم 1 صفحة 21. هذا القول في المرجئة القديمة والمرجئة الخامسة نفس الشيء تماما. ترك الصلوات المكتوبات، الصوم، الزكاة، الحج، عامة الفرائض يقولون من غير جحود. هؤلاء يقولون إذا كان جحود هذا يكفر، إذا غير جحود ما يكفر. نفس القول الآن من غير جحود لها أنه لا نكفره، نرجع أمره إلى الله. ويقولون إذ هو مقر، يعني مقر في باطنه. يقول الإمام ابن راهوي فهؤلاء هم المرجئة. فالمرجئة الخامسة هم منهم الآن يقولون بهذا القول. ولذلك ربيع المدخلي يقول عن هذا لم يثبت عن إسحاق، يضعف الآثار بهواه، ولم يثبت عن سفيان الثوري، ولم يثبت عن سفيان بن عيينة، ولم يثبت كذا ولم يثبت كذا، لم يثبت الإجماع يقول عن الصحابة في تكفير ترك الصلاة وإلى آخره. مصيبة هذا الرجل، هذا إجرام ما يجوز السكوت عنه، فالأمر خطير عليه. وكله ثابت لأنه يعرف أن هذه الأمور ضد أفكاره. وهذا هو منهج الذي سلك منهج أهل البدع كالكوثريين وغيرهم الذين يضعفون الأحاديث على هوائهم، يضعفون الآثار. هذا القرضاوي وإشكاله يضعف الآثار، يضعف الأحاديث لأنه ضد منهجه. وفي صحيح البخاري ومسلم عند أصحاب السنن بأسانيد صحيحة يضعفونها. هو الآن يسلك هذا المسك هذا ربيع. فتأمل كلام هذا الإمام الخبير يعني إسحاق بن راهوي بأهل البدع ومنهم المرجئة الأولى وكلام المرجئة الأخرى في عصرنا هذا التي تزعم أن تكفير ترك العمل لا يكفر ما دام هو مقر في قلبه بلا إله إلا الله وترجع أمره إلى الله بعد. فتعلم أن المرجئة القديمة والمرجئة الجديدة على مذهب واحد في الإيمان، وهذا الذي وقع فيه ربيع تماما. وهذا الأمر خطير جدا. لا ننبه على أمر آخر وهو مهم جدا في هذا الأثر، وهو يقول غلت المرجئة، يعني المرجئة القديمة من الغلاة والمرجئة الجديدة من الغلاة. فلذلك أتباع ربيع هؤلاء من الغلاة، غلاة المرجئة. ولا نقول فقط مرجئة عنهم الآن لأن يقولون بهذا الأمر. ولذلك يقول غلت المرجئة حتى صار من قولهم الآن صار قول هذا ربيع وأتباعه، صار هذا قول المرجئة. فلذلك هؤلاء الآن من غلاة المرجئة مبتدعة. فهذا لابد أن يصل بهم إلى هذا الأمر، تتجرى بهم الأهواء كما يتجرى الكلب إلى صاحبه. فلذلك فجعل الإمام بن راهوي هذا القول هو غلاة المرجئة، وهم يظنون أنهم أخف شيء في الإرجاء أو لم يقعوا في الإرجاء وهم من الغلاة. هذا مثل الآن الخوارج جبهة النصرة وخرج إلى أن داعش، هؤلاء من الغلاة الآن يكفرون بأي شيء، هؤلاء من الغلاة ولا بد يخرج منهم الغلاة. اللادينية هؤلاء لابد أن يخرج منهم غلاة. فالآن داعش هؤلاء من غلاة الخوارج وغلاة اللادينية وهم صنف واحد. ويقول الإمام الأجري في الشريعة
في من لم يصدق الإيمان بجوارحه وذكر الفرائض، من قال هذا فهو مرجئ خبيث. فهذا ربيع مرجئ خبيث ينشر الآن الإرجاء في كل مكان، في بلد الحرمين وفي الخليج وفي الجزائر وفي ليبيا وفي أوروبا وفي أمريكا وفي اليمن وفي الكويت وإلى آخره. فهو الناطق الرسمي لغلاة المرجئة، لغلاة المرجئة. ولذلك ما قاله الأخير يدل أن هذا من غلاة المرجئة، حتى ما ذكر شيئا من كلام أهل العلم، تفسير أهل العلم لأحاديث الشفاعة. ذكر أحاديث الشفاعة وتركها على ظاهرها هكذا بدون تفسير. ما يذكر الآن أقوال أهل العلم، وليس عنده ولا يستطيع. ما يذكر الآثار عن الصحابة، ما يذكر الآثار عن التابعين، ما يستطيع. ما يذكر كلام أهل الحديث، لأن هؤلاء كلهم ضد أفكاره. فيذكر لك الآن النصوص ظاهرة ويفسرها على عقله الفاسد. فهذا الرجل الآن من غلاة المرجئة، وهذا كله يأكد وجوب ترك قول المرجئة الربيعية هذا وهجره، لأنه من المعلوم عند أهل السنة والجماعة أن كل قول لم يقله السلف وأحدث خلافا وافتراقا في الأمة فإنه ليس هو من الدين، ويتحتم تركه حتى تجتمع الأمة والكلمة وتأتلف القلوب. وهذا يدل على فساد قول المرجئة واضطرابهم في الكلام في مسائل الإيمان كما هو ظاهر منهم. فأقوال هؤلاء بعيدة عن التأصيل العلمي، بل بعيدة عن كل البعد عن منهج السلف. وربيع هذا انخدع كما انخدع الذين من قبله بالتصديق، مجرد التصديق والقبول، قبول العبد بقلبه بلا إله إلا الله، وجعله بمجرد التصديق والقبول، وخفي عليه أنه لا بد من ذلك من الانقياد، انقياد بالامتثال بفعل الأوامر والتزام ذلك بفعل الفرائض وترك النواهي حتى يحكم بإسلامه، يعني بإسلام هذا العبد. وفعل ربيع هذا، تأصيل ربيع هذا، أن قيام الإسلام على أمرين عنده. الأمر الأول التصديق، والأصل الثاني القبول. وهذا لا يكفي، فالرد عليه أن الإسلام لا يقوم إلا بأمرين: أولا التصديق والقبول، ثانيا الانقياد والإقرار. وإن كان أربعة لكن نجمعهم هكذا في أمرين. لابد وانخدع في التصديق والقبول فقط في الباطن، لكن لابد من الانقياد والإقرار في الظاهر، فيحكم بإسلام العبد بهذين الأمرين. فالتصديق متعلق بالخبر، والانقياد متعلق بالأمر، والكفر يكون بتخلف أحد هذين الوصفين. فهو لم يفهم معنى التصديق ولم يفهم معنى الانقياد، فنقول له فالتصديق متعلق بالخبر، والانقياد متعلق بالأمر، فلا بد من القبول والإقرار، ثم بعد ذلك بالأوامر، تنفيذ الأوامر. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية في الصارم المسلول: وكلام الله تعالى خبر وأمر، فالخبر يستوجب تصديق المخبر، والأمر يستوجب الانقياد والاستسلام، فلا بد من هذا. فكلام الله خبر وأمر، يخبر الله سبحانه وتعالى بالأوامر النواهي ويأمر بذلك، فلا بد أن ينقاد الناس. ويقول ابن القيم في أحكام أهل الذمة والكفر: وإن اختلفت شعبه فيجمعه خصلتان: تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم في خبره، وعدم الانقياد لأمره. فلو كذب في النبي صلى الله عليه وسلم في خبره فهذا ليس بمسلم، وعدم انقياده لأمره فهذا ليس بمسلم. فلا بد أن يجمع بين الخبر والانقياد، أو بين القبول والانقياد، لا بد من هذا وهذا. فعلى العبد أن يقبل وينقاد فيعمل، لا يسوف. حتى في الأمور المستحبة إذا أراد الأجر وزيادة الإيمان لا بد أن يعمل، يذكر الله سبحانه وتعالى في المساء والصباح، يفعل النوافل، يقوم بالدعوة، يدرس في مراكز تعليم القرآن، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يصلي، يصوم، يحج، يعتمر، ويفعل الأوامر. لا يقول بعد ذلك ثم يترك كذا ويترك كذا، لعل يتجرى به الأهواء، يترك المستحبات والنوافل وإلى آخره، ثم يترك بعض الواجبات، ثم يترك الفراغ، وهكذا وقع المرجئة من العامة في هذا الأمر.
فلا بد أن تنقاد، فلا بد الانقياد حتى يحكم بإسلام العبد. فإذا قبل بدون انقياد فهذا ليس بمسلم، ومثلا الانقاد بدون قبول فهذا ليس بمسلم. فلا بد من هذا وذاك. ويقول شيخ الإسلام تيمية في الإيمان: فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين فكانوا كفارا في الباطن، وهؤلاء أحبار اليهود قالوا غير ملتزمين ولا منقادين فكانوا كفارا في الظاهر والباطن. فلذلك كيف وصل هؤلاء إلى النفاق؟ كيف كانوا منافقين مخبرين كاذبين فكانوا كفارا في الباطن، كانوا كفارا في الباطن. وهؤلاء أحبار اليهود قالوا غير ملتزمين نحن، يعني غير قابلين غير منقادين فكانوا كفارا في الظاهر والباطن. المنافقين قالوا بالقبول في الباطن فكانوا كفارا. فلا بد أن نجمع بين هذا وذاك، وكل ما سبق يبين لنا العلاقة بين الانقياد والقبول. فالقبول والانقياد يتناول كل منهما الآخر عند الافتراق والأطلاق، لأنه مهم علاقة الانقياد والقبول. لذلك الربيع عنده أصل واحد القبول، انخدع في هذا الأمر ووقع في الإرجاء وغلا في الإرجاء إلى أن وصل الآن إلى إرجاء المرجئة، وهذا الذين من قبله وكذلك أتباعه. وعندهم شبهات، وهكذا أهل البدع لابد عندهم شبهات قديما وحديثا. سوف نؤصل له هذا الأمر، مسألة علاقة بين الانقياد والقبول، نقول له لابد من القبول. وهذا يدل أن دراسة ربيع هذا دراسة أكاديمية جامعية ما توفي بشيء ولا تجعله ينجى، وليس عنده العلم ولا الفقه ولا في شيء، بل خبط وخلط حاطب ليل. هذا ما يفهم هذه الأصول والقواعد في الواقع، وأين يعرف الانقياد وتأصيل الانقياد وإلى آخره، وهو دراسة أكاديمية أصلا. فلذلك لابد على المسلم أن يتأصل على هذا لكي ينجو النجاة المطلقة، ما يحاسب في شيء. وهذا لعل إن شاء الله نتكلم عنه درس قادم. هذا الآن الجزء الأول. نعم، في أي سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.